الناس الكلها تستحق منتور في حياتها، عبد يوجهك، يجيديك، يكوتشيك، يقصر عليك الثنية ويدز معاك وقت ما تلقى بها وين. كل شيء يولي اسهل كيف نخدمه مع بعضنا. وكي نقولوا خدمه ولا ديزينيسياتيف مش معناها حاجه ستاتيك ما فيهاش انوفاسيون ولا بارتيسيباسيون. هذه هي المونتاليتي اللي شباب تطاوين الموجه حب يوصلها للشبيبه اللي غادي الكل. ساعات اللي يحضر النشاطات شباب المواجهة يقول فيش يعملوا هذوما الابروش اللي يقدموا بها وينجاجيو بها العبيد، تلقاها تختلف على الفورمال اللي مستنسين به الناس الكل، تاع قاعد وفي يدك بلوك نوت وتكتب نشاطات تحكي لي ولا تعلم من تميز ولا البروفيشنال انسايد دايز، حتى المنتورينغ انديفيدوال عند الشبيبه في تطاوين فيها برشا ضحك، برشا ايشانج، برشا فضلكه، وساعات غني وموزيكا، وعليش لي تياتر. طول العام اللي فات كوليكتيف شباب تطاوين المواجهة عمل اسم روحه، ربحوا برشا كريديبيليتي في مجتمعاتهم، ووليو من لي كونتريبيوتور الكبار في ريزو سوسيتي سيفيل غادي، وليو هما اللي يقدموا الافكار والمقترحات في كل ما يهم الشباب. ستيك هولدرز اللي في تطاوين كيما دور الشباب وجمعيات وليو عندهم ثقة كبيرة فيهم باش يجيريو دي بروجي وينظموا ديزينيسياتيف اللي تحكي لغة الشباب وتجاوب على مشاغلهم واهتماماتهم. بعد عام الشبيبة قعدوا يرفلكتيو على اللي صار، يتناقشوا ياناليزيو فين وصلوا، قال لك سيء خلطنا النقطة يوم بعد اي. وبعد ما ركزنا على الريسورس هيومان اللي في الوطن كما هما يسميو في تطاوين، بعد ما فورميناهم وبارتاجينا معاهم مهاراتنا وليزوتي اللي نعرفوهم كيفاش توا، قعدوا برينستورميو وتناقشوا خموا برمجوا، قالوا توا وقايت باش نركزوا على لي ريسورس الاخرين اللي عندنا. المره هذه اختاروا انهم يمشيوا للمواقع التاريخيه والاثريه اللي في تطاوين الشماليه والجنوبيه وفي البير الاحمر، باش يحكيوا مع المسؤولين ويبرمجوا ديزاكتيفيتي ويبروموتيو بهم المجتمعات نتاعهم خير ويستقطبوا بها اكثر عباد. اقترحوا افكار دي بروغراماسيون تهم الشباب وخموا كيفاش يطوروا في طريقه الكوميونيكاسيون عليهم باش يخلقوا دي سيركوي جدد، مواطن شغل ومشاريع يحطوا بهم البقايع هذه اون فالور. كولتور، ار، توريزم، امبلويابيليتي بور لا جونيس، تنميه حس الانتماء والكونتريبيوشن للمجتمع المحلي وزيدهم بريز دينيسياتيف كانوا لي زاكس اللي ركزوا عليهم الشبيبه المره هذه. من الاخر وفي الاخر وعلى الاخر الشبيبه حطت كل شيء تعلمته اون براتيك باش يحكيوا حكايه تطاوين، حكايه حاضرها، تاريخها ومستقبلها، اما المره هذه بطريقتهم هم.